السلام عليكم، انا عبد الرحمن رجب وده خامس فيديو من فيديوهات سلسله ستيمر without ستيم. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن المسابقات والبرامج والحاجات اللي هتتعمل زياده، سواء كانت مسابقات هوايه برامج معينه هتخشها، علوم شرعيه، قران. بس هي الفكره ان احنا لو بنتكلم سبيسيفيك اكتر في المسابقات والبرامج والايفنتس وكده، فانت ازاي هتعرفها؟ ازاي هتعرف ان في مسابقه جايه اليومين اللي جايين، او برنامج هيكون جاي الفتره اللي جايه، او الحاجات اللي زي كده بتتعرف في ستيم نفسها. بيبقى الموضوع فكرة الكوميونتي نفسه، المجتمع بيخليك تقدر تعرف كل البرامج والمسابقات المتاحة وأوقاتها. الفكرة ان انت حواليك مجتمع، المجتمع ده بتلاقي ان انت على الجروب مثلا كل يومين هتلاقي مسابقة بتتبعت يقول لك ده في مسابقة الفلانية مثلا موجودة، البرنامج الفلاني موجود. هتلاقي ان انت مثلا بتدور على مسابقة معينة، فهتلاقي ان في حد دخلها قبل كده وهتعرف توصل له عادي. فالكوميونتي هناك بيقدر يساعدك في الموضوع ده، وان انت تلاقي الحاجة اللي انت عاوزها في البرامج والمسابقات بسهولة. طبعا الموضوع ده هيبقى مختلف شوية في عام، بس مش هيبقى بالدرجة السيئة للدرجة دي، لا الموضوع هيبقى عادي جدا. واصلا في ناس كتير قوي من عام بتدخل المسابقات دي وبتحضر البرامج دي وعارفة توصل لها عادي جدا، مع انها مش بانية كوميونتي كبير جدا زي ما مبني في ستيم. في ناس بانية الكوميونتي ده رغم انها في عام، بس بانية كوميونتي كبير جدا مع ستيمرز، واعتقد ناس بتتفرج عليها تكون عارفة الموضوع ده. لكن في ناس مش قادره انها تبني الكوميونتي ده. فالناس اللي زي كده تعمل ايه؟ اولا خلينا متفقين ان انت لو مش مهتم بالحاجه عمرك ما تعرف توصل لها. يعني مثلا مسابقه فلانيه مثلا موجوده، مسابقه زي ايسف مثلا، لو انت مش مهتم اصلا بمشاريع ولا بروجكتس، سواء انت في ستيم او مش في ستيم، فانت عمرك ما هتعرف توصل لمسابقه زي دي. ممكن تلاقيها قدامك بالصدفه بسبب ان انت مثلا في كوميونتي بيتكلم عنها كتير، بس في العادي مش هتوصل لها، مش هتوصل لتفاصيلها لان انت مش مهتم بيها اصلا. فالحاجات اللي انت هتوصل لها الحاجات اللي انت مهتم بيها اولا. فاولا لازم تدور في الحاجات في الكاتيجوريز اللي انت مهتم بيها، سواء كانت مسابقه ليها علاقه مثلا ببرمجه، او مسابقه ليها علاقه بهيلث كير مثلا، او بروجكتس، او لو مش مسابقه لو ايفنت او بروجرام موجود ليه علاقه باكستشينج مثلا، بهيلث كير، باي حاجه تانية. فلازم الاول تدور على الكاتيجوريز اللي انت مهتم بيها ومهتم ان انت تخش فيها حاجات لو انت ناوي تعمل فيها. لو مش مسابقات وايفنتس وكده، مثلا لو هوايه فانت برضه لازم تدور على الحاجات اللي ليها علاقه بهوايتك. لو علوم شرعيه فانت برضه لازم هتدور على البرامج والحاجات اللي ليها علاقه بالعلوم الشرعيه. وزي ما قلنا انت مش شرط ان انت تكون في ستيم عشان تعرف توصل للحاجات دي. يعني مثلا فور اكزامبل احنا ممكن نلاقي البناء المنهجي مثلا، البناء المنهجي من العلوم الشرعيه موجوده ومعروفه، مش لازم تكون في ستيم عشان تعرف ان في حاجه مثلا اسمها البناء المنهجي. في حاجات زي كده كتير بقى. طب لو انت مش عارف الحاجات دي ومش عارف ان انت توصل لها، توصل ليها ازاي؟ هتلاقي دايما يوتيوب شانلز وويب سايتس كتير جدا بتتكلم عن الحاجات دي. انت بس لو دخلت سرشت كتبت على يوتيوب او على جوجل المسابقات المتاحه حاليا في كاتيجوري كذا، هتلاقي في وشك حاجات كتير جدا. لو دخلت كتبت على يوتيوب او اي حاجه زي كده، هتلاقي في وشك مليون حاجه وطريقه التحضير ليها وحاجاتها وكده. وكل الناس بتعمل كده سواء انت في ستيم او لا، مش شرط. يعني حتى الستيمرز، انا نفسي لما كنت بخش مسابقات او حاجات كنت برضو بخش على اليوتيوب وابدا ادور عليها وعلى تحضيرها وعلى حاجاتها، بعيدا عن الخبرات التانية اللي بتاخدها من المدرسه نفسها. فمش شرط ان انت تكون جوه المدرسه عشان تعرف تخش مسابقات او حاجات. ولو انت هتقدم على منحه او كده فبرضو نفس الكلام، تقديم المنحه نفسه هتلاقيه من على اليوتيوب، وهتعرف ان انت تقدم وتعمل وتعرف توصل لها عادي جدا. بس الفكره ان انت وانت بتقدم على منحه، فانت برضو زي ما قلنا فيديو قبل كده ان انت مش لازم تكون بتذاكر وبس، لازم تكون بتعمل حاجات تانية. فعشان كده بقول لك ان الاستمرز هتلاقيهم دايما بيعملوا حاجات تانية جنب المذاكره، وهو ده اللي بيأهلهم اكتر لمنح. ففكره ان في منح على طول لكل الاستمرز او كده، هي مش بالطريقه دي. وهنشرح اكتر الفيديو اللي جاي ان شاء الله عن المنح وفكره المنح والاستمرز والعام وبالطريقه دي. فزي ما قلت واحده واحده، لما انت هتكون مهتم بمجال هتلاقيهم واحده واحده، وقدام هتلاقيهم بيجوا قدامك كده باي ديفولت. مش هتلاقي ان انت لازم تدور عليه، هتلاقي دايما عروض وحاجات هتلاقيها على الفيس قدامك وحاجات زي كده. بس في نفس الوقت ما تكسلش ان انت تقدم على حاجه. يعني لو لقيت قدامك بروجرام او كده وعاجبك، قدم عليه، ما تسيبهوش او ما تراكموش. قدم عليه وحط له خطه تقدم عليه بيها، بحيث ان انت حتى لو ما نجحتش فيه وما اتقبلتش فيه، فانت على الاقل خدت خبره. خبره في ان انت بتقدم ازاي، انت ليه ما اتقبلتش، الكتابه مثلا بتاعتك كانت عامله ازاي وانت بتقدم، السيرشنج بتاع ان انت بتدور على البروجرام معين، ان انت تعرف الريكويرمنتس اللي مطلوبه وتحاول ان انت تحسنها، وهكذا.
اعتقد ده كده باختصار عن المسابقات وكده، والفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم فيه عن المنح اكتر. وبس كده، شكرا، السلام عليكم.